تتهادى بكل حذر وصوت إلى هذه المدينة، مؤكدين شعار المعرفة والتعارف والاعتراف الذي نادى به شيخنا العالم المعاصر الذي رحمه الله الشيخ علي يحيى معمر، والذي عانى ظروفا من القهر والغبن في زمن كانت الطواغيت تتجبر وتحكم هذه البلاد. هذه الوفود التي جاءت لكي تخلص الألسن التي تحاول أن تبث الفرقة والشقاق